اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على القناة النهاردة، وهشارككم شوية حاجات بسيطة جدا لكن صراحة غيرت يومي كله. ولو لسه مش مشترك في القناة دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان ما تفوتكمش اي فيديوهات جديدة. اول ما صحيت الصبح كده وفتحت الشباك وقلت يا رب افتحها كده في وشنا وافتح لنا الابواب المغلقة. قلت كده ندخل كده شوية هوا على الأوضة كده عشان خاطر ايه بقى البيت يتنفس شوية. فتحت أوضة الأطفال يا بنات وقلت هبتدي بيها أول حاجة في البيت، لأني كانت منعكشة شوية، فقلت ابتدي أبدأ أظبط فيها. فدخلت بقى على أوضة الأطفال. عايزة أقول لكم صراحة والله بجد أنا فرمتها. بس عايزة أقول لكم نقطة هنا. أنا على فكرة عندي الشقة بركية يا بنات، يعني ما عنديش غير حتة صغنونة بس سيراميك، والحمامات الاتنين هما السيراميك، لكن بقى الشقة والمطبخ سيراميك طبعا، بس الشقة كلها بركية. المهم انا كنت في اللقطة دي رجلي كنت واقعة على ركبتي، والحمد لله رب العالمين، اسأل الله ان هو ربنا يشفينا ويعافينا. المهم يا بنات انا مش عايزة يعني اطول عليكم، بس والله انا عايزة اقول لكم على حاجة يعني حاسة بيها في اليومين دول. انا في ايام كتيره والله بصحى بنات الصبح بقى مش عارفه ابدا والله منين بجد، ولا حتى عارفه انا انا لسه يعني نفسي ولا واحده تانية، مش عارفه. الواحد كده من كتر اللي هو فيه وضغوط الحياه بقى ما بقاش مركز، ما بقاش يعني عنده كده، ما عندهوش حب الشغف ان هو يعيش يوم ويوم بيوم. بس نرجع ونقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الصحة وعلى نعمة الستر وعلى كل نعم ربنا اللي هو مديها لنا، والحمد لله على اللي يجيبه ربنا. طبعا انت بنات طبعا عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ننساش الصلاة على الحبيب علشان قلبنا يطيب. صلوا على النبي ونقول دعائنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وعايزة اتكلم معاكم والله في نقطة بنات، يعني هو انا يعني عايزة اعرف منكم، بس ده يمكن تالت فيديو ليا او رابع فيديو على اليوتيوب، وحابة ان انتوا لو حابين اي فيديوهات، اي نوع من الفيديوهات انتوا حابينه بتحبوا ايه اكتر عشان خاطر نعمله على القناة، وعشان خاطر يلاقي يعني قبول واستحسان منكم. والله يا بنات انا فكرت في فكرة اليوتيوب لان الواحد بصراحة عنده وقت فراغ وفي نفس الوقت يعني ما بيخرجش، ما بيكلمش حد وما بيتواصل، يعني ما فيش خروجات مع حد. انا قاعد في البيت اغلب وقته في البيت، يعني ممكن يخرج في الاسبوع مرة واحدة بس يعني مع الاسرة او يقابل اصحابه، وباقي الاسبوع صدقوني بقى الواحد قاعد في البيت كده عنده حالة ملل. ففكرت ان انا اعمل قناة يوتيوب، وقلت ايه المانع ان انا ابتدي اخد الخطوة واعمل قناة يوتيوب منها اشغل نفسي واعمل حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت بعمل روتينات في البيت وبنضف البيت بنشاط وحيوية، وفي نفس الوقت كمان بتشجع بيكم وبشجعكم، وفي نفس الوقت وده الاهم في ده كله ان انا يبقى لي عيلة وحبايب يبقوا اخوات واصحاب ليا على اليوتيوب. والله بنات يعني انا يعني بجد بحب قوي اليوتيوب، من الناس اللي بتعشق اليوتيوب. وعايزه اقول لكم انا ليا سنين بتابع يوتيوبرز، يعني انا ليا سنين، عايزه اقول لكم يمكن ليا 4 سنين بتابع يوتيوبرز، وسبحان الله يعني خدت الخطوه الحمد لله رب العالمين. وبشجعكم على فكره بنات، لو واحده فيكم نفسها تعمل قناه وعايزه تاخد الخطوه قومي وتشجعي واعملي الخطوه، ما تتردديش لحظه، ما تقوليش انا لسه هستنى لبكره، ما تقوليش لسه هستنى لبعدها، خدي الخطوه، صدقي اعملي التجربه، خدي الخطوه مش هتندمي. وفي نفس الوقت حطي هدف قدامك، وحطي يعني خليكي كده عندك طموح، طوري من نفسك. يعني انا بتكلم كمان، عايزه اقول نقطه كمان بالنسبه للستات اللي زي حالاتي بيبقوا قاعدين في البيت. يا جماعه بدل ما احنا قاعدين في البيت نجيب سيره فلانه وعلانه ونمسك التليفون بالساعات على ودنا ونقعد نقول فلانه جابت وفلانه راحت وفلانه ودت وفلانه اشترت وفلانه. طب ما بدل ده كله ما احنا نطور من نفسنا، يعني اقعدي مثلا اتعلمي اليوتيوب، ما خلاش اليوتيوب عليه كل حاجه. اتعلمي لغه، ممكن تعلمي لغة انت حباها، ممكن تتعلمي مهارة، يعني مثلا لو عايزة تتعلمي مهارة، لو عايزة تتعلمي حرفة. انا شفت كتير قوي حاجات، مثلا شغل هاند ميد، عندك اتامين وعندك خياطة وعندك تريكو وعندك كروشيه وحاجات جميلة قوي، عندك ريزن، عندك اعمال اللي هي الخرز والحاجات دي بتشتغلي بيها حاجات جميلة.
انتي لو عايزه تطوري من نفسك وتدخلي دخل تاني ليكي في ظروف الحياه الصعبه، صدقيني هتعملي كده. الحياه يا بنات بقت صعبه والناس بقت يعني تعبانه، والحياه بقت يعني الحياه بقت سريعه جدا، وضغوط الحياه بقت كبيره قوي. فايه المانع ان انتي تطوري من نفسك بحيث ان انتي تساعدي نفسك وتحسني من مستواكي ومن دخلك، وتحسني كمان من مستوى اسرتك وولادك. وصدقيني ربنا سبحانه وتعالى يعني العبد المجتهد ربنا والله العظيم يعني مش بيضيع اجره، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل والله يا جماعه. بس يا بنات انا دلوقتي كنت اهو زي ما انتم شايفين روقت الاوضه وظبطتها. وفي نقطه تانية كمان والله لاحظتها بنات في الفتره الاخيره، لاحظت ان في ناس بتركز قوي مع الناس. يعني تلاقي مثلا حد مركز معاكي وانتي مش في دماغك اصلا، يعني مركزين معاكي مثلا بتاكلي ايه، بتشربي ايه، طب لبستي ايه، طب جايه من بره جايبه ايه. يا جماعه انتوا يعني بلاش نركز في حياه بعض، ما نركز في حياتنا احسن. احنا مش هنعيش عمرنا اللي فات كله باصين لغيرنا واللي جاي هنبص، لا بصي لنفسك. لو بصيتي لنفسك ولحالك اقسم لك بالله هتطوري، يعني حياتك هتتحسن. ركزي في عيشتك في حياتك. يعني انت بدل ما تقعدي بالساعات تركزي في فلانه اشترت ايه وعملت ايه، ركزي. قومي مثلا وضبي البيت، قومي روقي، قومي غيري ديكور، قومي شيلي الترابيزه دي حطيها هنا، حطي الكرسي ده هنا، رتبي دولاب، طلعي الهدوم الشتوي. فتره دلوقتي احنا في الخريف، كل سنه وانتم طيبين، واجواء بقى خريفيه وداخلين على الشتاء. طلعي الهدوم الشتوي وابدأي وضبيها واغسليها، وشيلي وطبقي الهدوم الصيفي. هتلاقي حاجات كتيرة. طلعي البطاطين واغسليها، صدقيني هتلاقي، بصوا هتلاقي حاجات كتيرة بتعملها. ده شكل الأوضة يا بنات النهائي بعد ما انا وضبتها. وكان عندي المكتبة الصغنونة دي عليها شوية كده نعكشة، وعليها شوية أدوية وكده أشفاكم الله وشفانا جميعا. فقلت ايه لا بالمرة كده اخدها في وشي بقى ايه وافرمها بالمرة. انا كنت منضفاها من يومين من جوه كلها والله، طلعت كل اللي فيها، بس قلت يعني ايه اديها طريقه من فوق علشان خاطر تبقى كده كله ماشي مع بعض، شكلها كده مع شكل الاوضه هو نضيف وماشيين مع بعض. قعدت بقى مسحت المرايه فوق، في مرايه فوق المكتبه الصغنونه دي، في مرايه فوقيها. وبعدين بدات اوضبها واحط رسالات من اول من جديد. بس يا بنات يعني عايزه اكمل معاكم برضو موضوع اللي هو الناس اللي بتقعد كمان تدخل نفسها في حياتك. يعني انت مثلا فجاه تلاقي حد بيتدخل في حياتك بشكل مباشر او غير مباشر. طب يعني انت هدفك ايه؟ طيب عايزه ايه؟ طيب ما تركزي يا بنتي في حياتك اكتر. مش عارفه في ايه. الناس دلوقتي بقت بتبص، يعني مثلا لما قلت هعمل قناه على اليوتيوب، ايه ده انت هتعملي قناه؟ ايه ده انت طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب ايه السبب؟ طب انت عاملاها ايه الهدف؟ طب دي فيها فلوس كتيره ولا ما فيهاش؟ فيها مش عارفه. يا جماعه ده انا لسه ببتدي اقسم لكم، يعني انا بقول لهم لسه، بقول اقسم لكم لسه ببتدي. يعني يا جماعه بدل ما انتوا كده قولوا لي تشجعي، شجعوني. لا 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 يا شيخه ايش جابك انت وسط الناس اللي مش عارفه ايه؟ لا 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 يا شيخه هو انت لا ده في عمالقه في اليوتيوب ومش عارفه ايه. طب يا جماعه ما انا عارفه ان في عمالقه في اليوتيوب، هي ايه المشكله؟ يعني ربنا يزيدهم ويزيدنا يا جماعه. المهم بعد كده دخلت بقى، كان عندي شويه غسيل، دخلت بقى ايه قلت احط الغسيل في الغساله، واتكون كام شويه كده شويه غسيل، قلت لا احطهم في الغساله ياخدوا بقى وش وايه وننجز بقى فيهم. بس حطيت الغسيل في الغساله والله يا بنات، وقلت اديها دوره كده ظريفه كده لطيفه على السريع، وابدا بعد كده بقى دخلت على البلكونه نشرت الغسيل طبعا بعد ما طلعت من الغساله. كنت قبل ما ادخل البلكونه كنت مديه البلكونه وشي طبعا مظبطاها، كنت كنساها ومسحاها. ان شاء الله يومها هبقى اعمل لكم روتين البلكونه. بعدين دخلت بعد كده على المواعين بقى ايه، قلت في مواعين من بالليل في الحوض، قلت لا يا بنت خشي تشجعي كده وايه وتغسلي المواعين بالمره. حتى فقره المواعين دي فقره جميله قوي بحبها وفي ناس كتير بتحبها. وبعد ما خلصت دخلت قلت اقعد بقى اعمل لي فطار رايق كده واروق على نفسي، لاني كنت بجد والله اتفرمت. اذا انت لسه ما حطيتيش لايك ولا كومنت ولا اشتركتي في القناه، دوسي على الزر واشتركي في القناه يا بنات، واعملي كومنت ولايك حلو كده زيكي. وبجد يعني فعلا انت بعد ما بتخلصي كل اللي وراكي بتحسي انت محتاجه فعلا ترتاحي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال.